بصراحة اللي كان متحضر لكم اليوم هو كان سكريبت لعيبه بالجول، بس بعد ما طلع سيادته وأح يا ليلة القدر بخطاب لذيذ وثنثكريتي، اضطرينا نحن وفريق العمل نحن نغير السكريبت ونحطه على جنب ونعمل سكريبت جديد. اعطيني اياه هيك. وبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسر. خلونا نبدأ الحلقة الثالثة. مرة ثانية بطل علينا ابن بطوطة واقفا شامخا كحد السيف، وقد لوحظ بهذا الخطاب بالذات أنه قد تم تكرار حرف السين أو الثين كما يحب لفظه سيادته. ولكن أعتقد بأننا نستطيع أن نختصر ونلخص كل هذه الأسئلة بسؤال مطلوب الخروج من أزمة وطنية سلبا وتدمر الوطن، فلا يوجد استثناءات لأي وسيلة يمكن أن تساعدنا في الخروج من هذه الأزمة. الإرهاب والسياسة هما نقيضان بشكل كامل، لا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي وتقدم على المسارات السياسية السياسي يسير بالتوازي. لا يوجد مانع من دون أن يكون وطنية لم يكن لها هدف سوى تحقيق المكاسب. هناك بدأ يغازل المسلحين. وتضامنا مع الرئيس بشار الأسد، فقد قرر أبو الحروف بالتعاون مع القناة السورية الأولى بتغيير المعجم وتغيير أحرف كلمة الرئيس. مو مصدقيني؟ شرفوا، لأنها يعني تسعى فقط للمكاسب. وفي خضم الحديث والخطاب المفعم بالحماس لسيادة الرئيس، قرر أنه يذكرنا أنه هذا الوقت ما مناسب أبدا لا للفرحة ولا للاحتفال. نلتقي اليوم ليس من أجل الاحتفال، فلا الظروف تسمح بالاحتفال، وقد دخل الحزن إلى كل بيت وإلى كل منزل. مبدئيا خيو، جنودك البواسل والطيارات اللي قاعدة طالعة نازلة عم تقتل بالشعب السوري ذكرتنا انه لا في فرحة ولا احتفال ولا خلتنا ننبسط ولا نبتهج لا بعيد ولا برمضان. واثنين، لك تعال هون يا ضرسان، هلا بتذكر لي بلا احتفال بلا فرحة بلا بطيخ مبسمر وانت فاتح لي حساب انستغرام وشغال سيلفي استبيشو وانستا السومة. بما انه انت فتحت الحساب وبما انه ما حدا احسن من حدا وعمر حسين ما احسن مني، انا بدي كل الشطار اللي موجودين يفتحوا الحساب تبعك ويروحوا يعملوا تاج ومنشن ويعملوا اللي حيعمله. فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية ستي بتقلك روح ضحك. وعودة لخطاب سيادته، خلونا نشوف شو حكى المفتي العام للكرة الأرضية آية الله الشيخ بشار الأسد. بل هو شهر للعبادة نطهر فيه النفس من الشوائب التي تراكمت عبر الأيام وعلى مدار العام. هلا من ناحية شوائب فأنت عندك كتير شوائب بدك تطهرها. تذكرين أيام لما كنا بطة والإيميلات والرسائل بنته تبع الأمم المتحدة. سيدي الله يستر على عباده. عطيني كمان يا سيادة الرئيس، بس كلام مفيد ماشي. فإذا علينا أن نرى الأمور بعينين لكي تكون الرؤية ثلاثية الأبعاد. ثلاثي الأبعاد من دون نظارات. ما أريدكم أن تفعلوه هو التركيز على عيني إلى أن يعدل نظركم. أكلنا هوا رياس صح. نحن نفهم بأنه في الظروف الصعبة البعض يتعلق بقشة، ولكن لا تستطيع الدولة أن تتعلق بقشة وتعلق معها المجتمع بقشة وتسقط القشة. روح للرسمية تعاستك، روح ولا تقصر. بالرغم أن هؤلاء كما تعرفون عندما يدعون بأنهم يمثلون الشعب السوري وبنفس الوقت يطالبون بالتدخل الخارجي. طيب عندما يكون عندي دعم الشعب لست بحاجة لدعم أحد، لأن الشعب هو أقوى شيء، وهذا كلام ليس إنشاء، هذه حقيقة. حلو كتير ويعني عليك، بس مدام كل الشعب السوري دعمك وكل العالم معك، فهمني شو سر الدعم الإيراني؟ حزب الله، روسيا، جماعة المالكي، دعم المال العم يجي من الصين، دعم الطيارين الكوريين الشماليين، ودعم تشافيز الله يرحمه، يخرب بيت شنت عدوك، كل هاد وما في تدخل خارجي. بس في موضوع كتير مهم طرحه سيادته. الحكي كان بيدور حوالين موضوع الناس الرماديين أو الرمادية الوطنية، واللي هي تعني مصطلحا بالموضوع السوري الناس اللي ما مع هدول ولا مع هدول. خلونا نشوف سوا. فاختار موقع الرمادية الوطنية، والرمادية الوطنية عمليا هي حاضن للفوضى وحاضن للإرهاب. فهذه الحاضنة أو تلك الحاضنات أطلقت الوحوش إلى الساحة. سامعين اللي انتم بالنص؟ لك هذا عم يقول عنكم إرهابيين. يا شباب شو بدكم فيه؟ تعالوا لعنا نحن بنحبكم. بس في موضوع تاني انطرح،
إنه المعارضة أعلنت عن 13 أو 14 معركة لتحرير دمشق. ماشي يا سيدي حنسلم معك، بس انتوا ما بتتذكروا كمان كم مرة اعلنتوا وقلتوا خلصت وخلصت وخلصت كل شوي؟ الجزء الجاي حيكون اسمه خرطات خطابية، وبالمركز الثالث من دون أي تردد ومن دون مبالغة، وأنا لا أبالغ، وهذا الكلام ليس فيه مبالغات. أنا لا أحب الحديث الإنشائي ولا المبالغات. أقول هناك شبه إجماع، لا نريد أن نبالغ. بالمركز الثاني ولا مهاجم المعارضة ولا في كلمة ولا في خطاب سابقا. والفائز معنا بالمركز الأول. أما سياسيا فلدينا في سوريا معارضة، لدينا معارضة وطنية زجت نفسها منذ الأيام الأولى في العمل السياسي والوطني، وجزء من هذه المعارضة يتواجد معنا الآن في هذه القاعة. بس في شيء واحد بس ما خرط في سيادته. لو أردنا أن نقيم ما قامت به القوات المسلحة حتى الآن، ما قامت به أقرب إلى المستحيل. أكيد فعل مستحيل، لأنه ما في جيش بالعالم ممكن يقتل 100,000 من شعبه. ما في جيش بالعالم ممكن يكون السبب بنزوح 4 مليون. وما في جيش بالعالم مستعد يدك مدنه وأراضيه بالدبابات والطيارات والمدافع 24 ساعة. أنا بهنيك علي وبعطيك إياها. الجيش العربي السوري للأسف فعل المستحيل. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بحرية. لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب ولايك، واكيد لا تنسوا تبعتوا لنا ارائكم ومقترحاتكم عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. المشروع اللي حنحكي عنه اليوم هو مؤتمر وطن السنوي الثاني اللي حيقام بين 15 و 17 اغسطس 2013 باسطنبول تركيا. حتى تعرفوا اكثر شوفوا البوستر اللي موجود فوق او اللينك اللي موجود تحت الديسكربشن.